السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غنفصلوا هاد الكتيبه عصريه بالخمار ديالها البنات، موديل زوين وراه فيها الحزام مدفون. موديل زوين كسيوه بالقطعه في الخصر. ونبداو على بركه الله. اول حاجه ان شاء الله غنشوفوا الثوب ديالنا. هاد الثوب البنات فيه 4 متر في العبار ديالو، عبرته جابتو لي السيده الثوب ديال الخيط وغنقطعوا دابا هنايا البنات حيت 2 متر. هنا طويتها بالعرض، طويت هاد الثوب بالعرض غنفصلوا فيه الكسوه، عفوا القطعه يعني الكسوه اللي فيها القصه، وهذاك القطعه اللي بقات ديال الكمام والخمار. المهم انا غنعطيكم العبارات ان شاء الله حيت قياس الكمام والخمار. اول حاجه غنسطروا هنايا، غنقادوا الثوب من الفوق، ملي غنبداو ان شاء الله نحطوا الكتاف، وغنعطيكم المقاسات باش خدمت وتبعوا معايا الخطوات باذن الله. كسيوه زوينه وسهله. اول حاجه البنات غنحطوا الطول ديالنا زائد 4 سنتيم، حيتاش بغينا غتجينا فيه القطعه في الخصر، غنزيدوا 4 سنتيم. 2 سنتيم غتمشي في القصه ديال الخصر وسنتيم في الكتف وسنتيم في الجلال، يعني عندنا في الطول المجموع متر 39 بالخياطه بكلشي. الكتاف فيهم 23 سنتيم. غنحطوا التركيزه البنات اللي هو 25 سنتيم، غنهبطوا بها نفس المقاس ديال الكتف، ديك 23 كنعاودوا نحطوها هنا باش يجينا العبار مضبوط. دابا غنحطوا الصدر اللي هو عندنا فيه 31 ونص، 31 ونصف. راه ساهله في الفصله ديالها وفي الخياطه ان شاء الله، غير تبعوا المراحل. هنا البنات غنهبط من اعلى نقطه الكتف ب 40 سنتيم باش نحط داك الخط اللي غادي نقطعوه. هنا فين غنقطعوا ان شاء الله باش تجينا قصه ديال هذا فين غيجي داك الحزام، حيت هذا الموديل البنات درناه لي فرانس، جا موديل واعر ما شاء الله. غير تبعوا المراحل يجيكم ساهل تفصلوه بكل سهوله. كيف ما شفتوا البنات غنسطر هذا السطر حتى الاخر ديال الثوب، غنهبطوا هذا الخط ديال التركيز 25 سنتيم، غنصيلوها هكا خط مستقيم. هنا غنهبطوا ب 3 سنتيم في ميله الكتف باش غنطيحوا الكتف. وهذا المقاس اللي بقى لنا البنات 22 سنتيم كنقسموها في النص، يعني تبقى 11. المهم القياس اللي بقى كنقسموه في النصف. هنا غندخلوا غير ب 7 سنتيم. بالنسبه للثوب ديال الخيط البنات انا كندخل فيهم غير ب7 في الرقبه باش ما يجيش الكول واسع، وغنهبطوا ب2 سنتيم في الخلف. غنميلوا الكتف، غنطيحوا الكتف بديك 3 سنتيم اللي درنا، كنطيحوا الكتف. دابا ان شاء الله غنشدوا نفس العبار ديال الصدر كنحطوه في ديك القصه اللي غتجينا تما في الخصر، يعني نفس العبار، يعني عندنا 31 ونص كنحطوها كامله، ما غندخلوش في الايفازي البنات على قبل داك الحزام المخفي، حيت هو اللي غيجمع لينا تما الخصر. راه موديل الفن البنات تبارك الله كيجي زوين، غير تبعوا المراحل ان شاء الله يجيكم غزال. هاد الكسيوات البنات كيلبسوهم محجبات، واللي بغات دير معاهم الخمار هكا، اللي بغات دير معاهم شال كبير هكا، كنرسموا التركيز ديالنا وغندخلوا في ديك هذا. المهم كنرسموا بهذه الطريقه، اما راه ما دخلناش في العبار، يعني نفس العبار ولكن كنسطروا بهذا، كنخدموا بهذا البيروكي. هنا البنات شوفوا هنايا غيبقى لنا 18 سنتيم. نتوما شحال ما بغيتوا، انا بقى لي هنا في قياس 18، تقدروا ديروا قل او اكثر. دابا البنات غنصيلوا هذه النقطه ديال فين غنصيلوا ديال الجليل. اول حاجه نسطروا جليل، يعني باش نقادوا الجلايل ديالنا باش ما يجوش معوجين بالمثلث. ضروري البنات تستعينوا بالمثلث كيجيكم مزيان. هنا بقات لنا 50 سنتيم، كي قلت لكم راه 2 متر مطوي على 4، بقات لنا 50 سنتيم. كنطلعوا ب 7 سنتيم في ديك هذا في الجلايل، يعني في ديك التجنيحه باش ما يجيناش مجنحين. كنميلوها بسميتو صافي. كنصيلوا النقاط مع بعضياتهم، كنسطروا من النقطه ديال الخصر حتى هذا ديك الزياده اللي زدنا. هذه الصايه ديال الكسيوه، يعني الصايه فين غادي المهم غير تبعوا المراحل. غادي نقطع البنات وغنرجع معكم ان شاء الله باش ما يجي الفيديو طويل. من بعد ما قطعنا كيف ما شفتوا هنايا راه ضروري هذيك الصايه كنعلموا هذيك القطعه اللي غتزدا مع القطعه الفوقانيه، باش راه كتشوف بالطباشير كنعلموا الفوق باش ما نتلفوا ونخيطوا الجلايل. هنايا البنات الخلف حيدنا سالينا منه. دابا غنخدموا على الامام، كنهبطوا ب 11 سنتيم وغنرسموا التقويره ديال الامام. وهنا ضروري حتى هي كنرجعوا هنايا للتركيز وكندخلوا بسنتيم ونص وكنرسموا التركيز ديال الامام. ضروري ماشي بحال الخلف، الخلف كنخلوه هو هذاك
وغنقطع من بعد البنات واحد الخطوه نسيت ما قلتها لكم، كنجيبوا الامام مع الخلف كنرجعوهم كي كانوا وكنطلعوا بواحد 2 سنتيم في الجنب كيف ما شفتوا. هذه راه سر من اسرار الفصاله والخياطه باش يجيكم الكسيوه عصريه تجي فنه في اللبسه. ما الا ما درتوا هذه الخطوه راه ما تجيكمش زوينه. اي حاجه راه غتفيدكم ما كنساهاش، كنرجع وكنفكركم فيها ان شاء الله. المهم البنات دابا سالينا كيف ما كتشوفوا غندوزو ان شاء الله نفصلوا كميمات. الثوب البنات اللي قطعنا ديالكم هنا باش قطعنا الثوب هكا باش تجينا هاد الزواقه كلها بنفس الطريقه. شفتوا كيفاش؟ يعني بغينا بنفس الطريقه تجينا لا الكمام ولا الكسيوه. ثوب طويل 4 كيف ما كتشوفوا. غنحطوا الطول ديالكم اللي هو عندنا 66 سنتيم بلاستيك وبكل شيء. الكميمات درناهم للسيده فضفاضين بغاتهم طوال راه غتشوفوهم فاش شفتوهم في الصوره. نتوما كديروا الطول ديالكم كتزيدوا عليه عبار لاستيك. كنسطروا هنا كنقادو بالمثلث البلاصه فين غنديروا راس الكم وغنبداو من هاد الجهه غنهبطوا ب 10 سنتيم باش نحطوا التركيز ديالكم. كيفاش كناخذوا التركيز ديالكم؟ كناخذوا الصدر ناقص 3. هذه قاعده. غناخذوا مثلا الصدر عندنا 31 ونص ناقص 3 عندنا 28 ونصف. هنا غنحطوا 28 حيتاش البنات هاد الثوب ديال الخيط راه كيتجبد يعني ضروري الكمام كيشيط لكم فيهم واحد شويه الا كان الثوب كيترخى. وانا نصيحه اللي نعطيكم اللهم ما يشيط لكم شويه في الكم وما يشيط لكم في الصدر ديال البياسه. الا شاط لكم في الصدر كتضيع البياسه، اما الا شاط لك شويه في الكم ما عندكش مشكل. المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا كتجو هنا كنصيلوا خط مستقيم كنجو حتى تما كنخلي واحد 2 سنتيم. راكم شفتوني علمتها غير واحد شويه باش يجينا في الخياطه زوينه. كنقسموا على 2 وكنزيدوا نقسموا على 4. هاد الجهه كنطلعوا بسنتيم ونص وهنا كنهبطوا بسنتيم ونص وكنقوروا. كي قلت لكم ما كنجيبوش الخط حاد حتى الاخر ديال الثوب على حساب الخياطه باش هذيك القنيات كيجي مسطر هكا نيشان. راه البنات اللي متبعيني من اول القناه راه غيكونوا لاحظوا هذه طريقتي في الفصاله. كنحطوا الدراع اللي هو عندنا فيه 23 وراس الكم 20 سنتيم وكنصيلوا النقط بهذا البيروكي. دابا البنات غادي نقطعوا الكم ديالنا الكميمات بجوج غادي نقطعوهم ان شاء الله وغادي نكملوا. موديل سهل البنات غير تبعوا المراحل. اول حاجه شكرا لكم اخواتي كاملين، شكرا على التعليق الزوينه اللي كتخليو ليا والدعوات. الله يسهل عليكم تانتوما والله يكبر بكم يا ربي. وما تعكزوش كل وحده كتعلم كيف ما كل فيديو. هذه هي الهضره اللي كنقول لكم تشجعوا اخواتي وزعموا على المقص. هنايا البنات غنفصلوا داك الخمار. هذا الخمار كنت وعدت به الاخوات بلي غنحطوا معاهم حيت غيديروا مع العبايات ديال الصلاه ديال رمضان. هذه هي الطريقه باش كنفصلوه. كنشدوا الثوب كنطوي عليه 2 كيف ما شفتوا. هذيك الجهه اللي جهتنا راه كتكون مسدوده ضروري. هنا عندنا فيها البنات 76 سنتيم في هذه الجهه اللي غتجي في الامام ديالنا. يعني هذه الجهه تلبس في الراس وتبقى مهوده هكا على الامام على الامام ديال العبايه. وهنا في الخلف يعني الجهه اللي كتكون في الخلف كنديروا فيها مترو. تقدروا ديروا اكثر نتوما لكم الاختيار على حسب السيده قداش ما بغات هذا الخمار. هنا البنات كنخلي واحد 28 سنتيم تما وكندير لها كرانه. تقدروا تخليو حتى 29 باش ما يجيكم مزير. هذه غندير لها كرانه تما ما غتخيطش تما منين غيدخل الراس. تبعوا معايا المراحل. هذا الخمار ساهل في الفصاله والخياطه ديالو. وغادي ندوز تما بخط مائل كيف ما كتشوف. كنبدا من تما وكندير واحد الميلان حتى كنوصل لديك متر ديك 100 سنتيم اللي درنا تما. هذه اللي كتجي طايحه في الخلف في الظهر كيكون مسدود. بغيتو تزيدوا اكثر كديروا حتى المتر 10 متر على حسب الطول ديال هذا الخمار قداش بغيتو. هذا هو الطول ديالو. من تما بديت كنقطع. وهاد الجهه اللي كتجي من هاد الجهه مفتوحه هذا هو اللي كيجي في الامام. صافي هاد الكرانه ضروري باش نعرفوا فين بدنا نخيطوا. كنعلموها. هنا البنات كنقادوا لها هاد الباندا هذه اللي كنركبوها هكا في الامام ديال الخمار. كنشدوا الثوب كنطويوه على 4 كيكون مسدود من جهتين ومن هاد الجهه. يعني كيكون مسدود من جوج جوايه كيف ما كتشوفوا مسدود من الجهه اللي جهتي ومن الجهه اللي من هاد الجهه. المهم بجوج. هنايا البنات 16 سنتيم على 10 حطيت 16 في الجهه اللي جهتي على 10 سنتيم في هذا الجانب من هاد الجهه. وغادي ندير لها واحد التقويصه. ضروري الجوانب كيكونوا مسدودين. صافي كنقطعوا كيف ما شفتوني حتى الثوب حطوا. هذه البنات القطعه اللي غادي ندوروا بها على
اللي غنديرو بها بحال الباندا فين غيدخل داك الحزام المخفي. هذه هي القطعه كنشدو الدوره ديال الخصر كامل، الدوره ديال الصدر عفوا كامله، الدوره كامله. يعني حنا عندنا بحال 31 ونص غنضربها في 4، المهم مجموع كامل، وكنزيدوها واحد 4 سنتيم ولا 5 سنتيم حتى كتشيط لينا ديك الساعه. وهنا 6 سنتيم في العرض ديالها، 6 سنتيم في العرض، حيت كنخيطوا سنتيم هنا وسنتيم هنا غتبقى لنا 4 سنتيم. كي قلت لكم الدوره كامله وزيدوها مازال واحد 4 سنتيم ولا 5 سنتيم حتى كتخيطوا الى شط كتحيدوها. وهذاك الحزام كنديروه حزام يعني يكون طويل على حسب الرغبه، يكون غير صغير ما عرضش يعني ما كبيرش بزاف في العرض ديالو. هنا كنشدوا البنات دوك القطعات بجوج ديال الصايه ديال اللي زدنا اللي فيهم الكشكشه، وكنديروا غرزه 5 وكنخيطوا تما من الفوق. داكشي باش قلت لكم معلموا بالطباشر البلاصه فين قطعتو باش ما تلفوا تهزوا الجهه اللي جيت جلاين هي اللي تبداو كتخيطوا فيها ضروري التراساج. هنايا البنات كنديروا غرزه 5 ديك الخياطه وكنشدوا القطعه ديال واحد القطعه اما الامام اما الخلف بحال كنعبروا عليه، كنحطوا حدانا القطعه الفوقانيه وكناخذوا القطعه التحتانيه اللي زايدين هذاك ديك الخياطه ديك الكشكشه وكنشدوا واحد الخيط كنجروه وكنبقاو كنكونوا في دوك لي فرونس هكاك. يعني كتجمعي حتى كترجع لك العبار ديال القطعه التحتانيه بحال الفوقانيه. هاد الطريقه ديما كنشاركها معكم وكتجي زوينه وساهله البنات. نفس الطريقه غنديروها القطعات بجوج. هنا دابا ما عندكمش باش تلفوا يعني تتخيطوا عاد ردوا البال بحال الامام بحال الخلف بهاد القطعات التحتانيين. واحد القطعه كتجمع مع الامام وحده مع الخلف صافي. عيه اللي حاولوا البنات يكونوا دوك لي فرونس مفرقين كناخذوا القطعه ديال الفوق وكنشدوا داك الاخر ديال الصايه اللي مزيوداها الكشكشه وكنحطوا الوجه مع الوجه وكنبداو كنخيطوا. ضروري البنات تحاولوا تخلوا القطعه ديال الصايه اللي فيها لي فرونس هي اللي جيتكم باش كتحكموا في دوك لي فرونس وكتبقاو رادين البال باش ما يبقى يعذبوكم شويه مع الخياطه. صافي بنفس الطريقه البنات غنبقاو كنخيطوا غنكملوها بهكا وغندوزو للقطعه الثانيه حتى هي نخيطوها باش يولوا عندنا كي الامام كي الخلف بجوجهم فيهم لي فرونس. راه موديل ساهل البنات، غير جربوه ان شاء الله يعجبكم. في الكسيوات هكا ديال البنات اللي كيبو كسيوات عصريين بحال هكا الطريقه ديروها في تقدروا هاد القطعه مثلا الا بغيتو ديروها بلا هاد الحزام ديروها في القطعه في الصدر بحال بنفس الطريقه. انا شاركت معكم ديال القطعه في الصدر. هذه ثاني راه شي حاجه مميزه بداك الحزام مخفي تقدروا بلا ما ديروا كاع الخمار كتجي زوينه. هنايا تقدروا ديروا لها الشال اللي ما بغاتش الخمار دير الشال راه كنت شاركت معكم في القناه. هنا البنات غنديروا الوجه مع الوجه وكنزديو الكتاف، يعني غنخيطوا الكتاف بجوج الوجه مع الوجه ديال البياسات دوفات وغنخيطوا الكتاف كنديروا لا ريتمو في الاول وفي الاخر. هنا غنلصقوا الكمام البنات. الكمام ضروري كنشدوا لكم كنعلموه في المنتصف بواحد الكرانه اولا بالطباشير وكنحطوه مع الخياطه ديال الكتف وكنخيطوا كل جزء بوحدو. كنخيطوا هذا النصف بوحدو تنكملوه والنصف الثاني بوحدو وغندوزو لكم الثاني بنفس الطريقه. ومن بعد غنبداو كنجمعوا البياسه عادي. المونتاج البنات راه ما كنبغي نطول عليكم الفيديو داكشي باش كنزرب شويه باش يجيكم الفيديو مفهوم. راه المونتاج ساهل يعني سدينا البياسه من جنيباتها شتو يعني عادي. من بعد البنات ما كملناها في المونتاج كنجيبوا لاستيك. هنايا كنشدوا لاستيك كنعبروا الدوره ديال المعصم ديال اليد ديالنا وكناخذوا لاستيك كنسدوه بلا ريتم يعني كنخيطوه مزيان وكنشدوه كندخلوه في الكم كيف ما غتشوفوا دابا بواحد الطريقه ساهله وكيجي مفيني وزوين بحال هكا. البنات كنشدو نحلوا هاد الخياطه وكنحطوه الوسط وكنرجعوا عليه الثوب وغنخيطوا من هنا. ما كنخيطوش البنات فوق لاستيك نهائيا يعني باش يبقى يدور معنا. هاد الطريقه ساهله كيتجي وكيجي لكم فيني. كنخلوا لاستيك كيدور وحنا كنخيطو كنجبدوه يعني كيجي ساهل. كتقدروا تحكموا فيه كتبقى دورو كيف ما بغيتو حيت حنا ما كنخيطوش فوق لاستيك غير الثوب مع الثوب. صراحه جات كسيوه ما شاء الله زوينه حتى اللوين عجبني. هاد اللوينه البنات فن ما شاء الله. هاد الطريقه البنات تقدروا ديروها حتى في الثوب ديال الريحانه في الثوب ديال الكريب بهذا الحزام المخفي كيجي واعر كتجي زوينه في اللبسه. هذا هو الشكل النهائي ديال لاستيك. غنكملوا دابا الخياطه ديالنا ان شاء الله. هنايا البنات هنا فين ركزوا معايا مزيان في هذا الحزام المخفي كيفاش غنخدموه.
كنجيو كنعبرو من هنا الخصر، يعني بحال غنعبرو وغنقسمو العبار على جوج، يعني داك المنتصف غنجيبو الحزام في المنتصف باش ما يجي عوج. ردوا البال البنات، كنعبرو بالسنتيم، كنجبدو السنتيم مزيان وكنعبرو المنتصف فين غادي نحطو واحد النقطه، راه هي فين حطيتها انايا، وكنعاود نشرح لكم. كنحطو المنتصف واحد النقطه وكنخرجوا على هاد النقطه من هاد الجهه ب3 سنتيم من الهي تما فين غيجي الحزام، فين غيوقف الحزام وديك الباند عفوا، ومن هاد الجهه 3 سنتيم، يعني بحال 6 سنتيم كتبقى الوسط تما كتبقى عاتيه واحد الديكور زوين. نتمنى تكونوا فهمتوني. كنجيبوا هاد الشريط اللي فيه كي قلت لكم العرض ديالو 6 سنتيم، والدوره ديالو كنشدوا الدوره ديال الصدر كامله وكنزيدوها واحد 4 سنتيم اولا 5 سنتيم. تقدروا تزيدوا حتى 6، وديك الساعه غتقطعوا. راه غتشوفوني انا حتى خيطت عاد قطعت، غنفيني واحد الجنب كيف ما شفتوا كنرجع سنتيم على الداخل كنفينيه، وغنشدوا البنات. ركزوا معايا هنا راه ساهل بلا ما تدوخوا، غير ركزوا معايا. كنشدوا البياسه وكندخلوها في الماكينه. هاد النقطه ملي غنبدا نخيط ديك النقطه ديال الوسط غير علمنا بها حنا، غنبداو نخيطوا من ديك جهه 3 سنتيم وغنحبسوا ثاني عند 3 سنتيم الاخرى اللي زدنا. كنجيو البنات بهاد الطريقه، يعني هاد الجهه ديال الكتاف وهذا شوفوا فين خليناها، وكندخلوا من جهه الصايا كندخلوها هكا في الماكينه من تما، وغنبداو كنخيطوا بهاد الطريقه. شفتوا البنات كنحطوا على الخياطه، كنحطوا داك الشريط اللي قادينا على الخياطه فينينا من تماك، وكنحاولوا نحلوا البنات الخياطه ديال التحت باش ما تجينا مدربزه شويه معوجه. وشوفوا ركزوا معايا البنات، عندكم تجوا تخيطوا الثوب الاخر يبقى لكم لتحت، حاولوا تاكدوا بلي الثوب ما كاينش تحت الماكينه يعني، وخيطوا سنتيم كنبقاو غاديين بيه وكنخليو الجزء الاخر ديال الشريط لتحت. غير ركزوا معايا راه غتفهموا كيفاش مزيان باش تجيكم هذا الموديل زوين. راه كيجي غزال البنات في اللبسه، حتى في الثوب سامبل اللي ما بغيتوش ديروا الثوب مزوق. دابا البنات غنبقى كنخيط بنفس الطريقه على بعد سنتيم هكا، كنخيط كنحط تما. راه كتشوفوا ديك الخياطه اللي درنا ديال القطعه، يعني فوق الخياطه فين كنحط انايا الثوب وكنخيط. راكم كلشي باين في الفيديو. دابا هادو بحال المحجبات هكا كيلبسوهم بالخمار ديالهم اولا بداك الشال الكبير، كيجيو زوينين ومستورين. بالنسبه للبنات غندور بنفس الطريقه. شوفوا البنات هنا وصلت لديك النقطه الاخرى، شفتوا ديك 6 سنتيم كتبقى الوسط هذيك ما كنقربوش ليها الحزام. دابا فاش وصلت شاط لي الثوب اشنو غندير ليه؟ يعني غنخلي غير داك السنتيم اللي غنفيني به بحال كي درت في الاول، وغنقطع وغنفيني. غادي نكمل الخياطه ديالي عادي. انا تعمدت باش ندير معكم هذه الخطوه باش البنات ما يبقاو دايخين، حيت كاينه ديك الطريقه ديال تعبري وتشدي بفنيتات وهذا، ولكن غتبرزطكم ما غتبقاو دايخين. دابا هكا ساهل البنات. غنشد هاد السنتيم، غنخرج الكسوه هكا من الماكينه، غنحيدها، غنفيني هذيك البليصه وغنرجع عادي. شفتوا البنات غنفيني هكا شاده بالعبار، حيت اصلا خليت غير داك الشويه اللي غندفن لداخل. بنفس الطريقه شفتوا البنات راني عبرت شحال خصني نخلي صافي. دابا هكا غنفيني ندير لي لا ريتمون، يعني غنخيط وغنكملوا الخياطه ديالنا بكل سهوله. شفتوا البنات هكا مزيان. حتى هنا كنظن كلشي ان شاء الله مفهوم، ونتمنى يكون الشرح واضح. كيف ما البنات كيخلوني مساكن في التعليق بلي راه الشرح واضح، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني بغيت المعلومه توصل لكم كيف ما كنشرح. يا ربي كل شي البنات يستافدوا ان شاء الله ويفهموني. هنا البنات شوفوا، حيت ما بغيتش انا نحط الفيديو وما يفهموش البنات، ما يعني لا علاقه، خصكم تفهموا الدرس باش يعني يكون ليه هذا. المهم كيف قلت لكم البنات غنكمل عادي. دابا ثاني رجعت للماكينه كيف ما قلت لكم، راه كنخرجوا داك القطعه الاخرى عندكم تسهاو تخيطوا كل شيء صافي. غندير لا ريتمون. ودابا ردوا معايا البال، غنشرح لكم باش ما تلفوش، حيتاش تقدر شي وحده تخيطها. المهم غنشرح لكم اشنو درت، عاد غادي نكملوا ان شاء الله باش تفهموا مزيان. دابا غنديروا نعاودوا نكملوا على الفوق، يعني غنخيطوا بحال هكا، يعني غنرجعوا. شفتوا البنات هاني كنشرح لكم، حيت الكسوه من الماكينه باش تفهموا. شفتوا
غنرجع الفوق ديك الباندا هكا اللي درنا، وكنتنيو سنتيم وغندور به كامل وغنخيط. كيجي زوين، واحد الشكل كيجي غزال ما شاء الله. شتو ها القطعه البنات فين كانت وحنا رجعنا الفوق. المهم غنرجع للماكينه وغنخيط ان شاء الله وغنكملوا. غير تبعوا المراحل اللي درت انايا راه غيجيكم ساهل، حيت كاين بزاف د البنات اللي كيبرزوتهم هاد الحزام المخفي ما كيعرفوش كيديروا. شتو البنات راه كندفع القطعه من هذا، كندخل غير واحد القطعه باش مين نخيطوا على الكسوه كامله ولا شي حاجه كنتاكدوا بلي الثوب خرجنا من الداخل. شتو بهاد الطريقه كندخل هاد، وغادي نبدا كنخيط. دابا غنفيني صافي هذيك القطعه ديال راه الموديل ساهل البنات، غير تبعوا المراحل ان شاء الله تفهموا. صافي البنات كنتنيو سنتيم وغنبدا كنخيط وغندور بها كامله بالبياسه، وانتم راه كتشوفوا ان شاء الله في الفيديو. بنفس الطريقه البنات كنتني سنتيم على الداخل وكنمشي على الحرف، يعني كنخيطوا على الحرف وغنبقى غادا هكا بنفس الطريقه حتى غنكمل البياسه ديالي كامله. حاولوا ما امكن باش تخلوا الخياطه الثوب يدوز مقاد ما يجيش معوج. هنايا البنات كملت وصلت للاخر ديال درت الدوره كامله. غنجي صافي غنكمل. حنا تعمدنا باش ما ندخلوش بشي سنتيم في الخصر اولا شي حاجه، كنخلو العبار مضبوط حتى فاش كتجيو تركبوا عليه هاد الباندا كيجيكم مزيان ما كيعذبكمش. هذه اول نقطه. وثاني نقطه كتبقى لكم باش داك الحزام هو الدور ديالو باش كيجمع الثوب، كيجي عاتي واحد المنظر زوين. صافي البنات كملنا. دابا هذا هو الحزام اللي غندخلو يعني لداخل في الثوب. هذا هو الشريط اللي غادي بحال السيور اللي غندخلو في هذاك الباندا في هذاك الغشاء اللي خيطنا. غادي نديرو بهاد الطريقه غنتنيوه 2 سنتيم على سنتيم كنعاودو نرجعوهم كيجي مفيني وساهل. غنكملو كامل بنفس الطريقه وغنرجع معكم باش نكملو ان شاء الله. بحال هكا كيجي البنات الحزام. نتوما كتشدوا الدوره هكا ديال مثلا يكون فيه هكا واحد 2 متر اولا في الطول ديالو كامل، والعرض كي قلت لكم راه كتكون فيه واحد 4 سنتيم هكا ولا غير 3 ونص، ما عريضش بزاف. كنشدوا الفيلي للبنات باش ندخلوه تما في هذاك الباندا اللي خيطنا، نبقاو هكا كندخلوا فيه حتى كنكملوا كامل. دابا البنات غنفينيو باش ما هذا غنفينيو حتى الكل باش حتى البنات يستافدوا من هاد الفينيسيون ديال الكل كيفاش كنفينيو ديال العبايات كسيوات. يعني هاد الطريقه كنديروها حتى العبايات كيجي فنه. تعمدت باش نديرها معكم حتى في هاد الكسوه. صراحه كاين اللي ما كيبغيش التبطين، وهو التبطين اغلبيه كيجي في البيجامات الصراحه. هكا في العبايه هذا هو الفينيسيون اللي كيجي زوين في العبايه وفي الكسيوات عصريين. الا كان الكل سامبل دائري بحال هكا كنشدوا البنات هذاك الشريط كيف ما شفتوني درت ليه الوجه ديالو كنديروه مع القفه ديال البياسه وكنخلي واحد 3 سنتيم اولا شويه خارج وكنبدا كنخيط هكا على بعد سنتيم وغندور في الكل كامل حتى غنقرب. شفتوا البنات قربت دابا لديك داك شويه اللي خليت وكندخلو هكا كنطويه على جوج كنرجعو على هذا وكنحط على الثوب الاخر وكنخيط عادي. راه الفيديو شرح نفسه كنزيد كنشرح لكم بالصوت باش تفهموا. من بعد البنات كنفوت شويه بالخياطه كنفوت شويه ديك البلاصه فين بديت. شفتوا دابا غنشد هذاك الزياده غنحيدها اللي بقات ليا في الاخر وغندير الفينيسيون كيجي فن البنات. هاد الطريقه كتجي زوينه. كنشدوا الثوب كنرجعوه بحال هكا. الا جاكم الثوب غليظ ولا شي حاجه نقصوا داكشي اللي بقى لكم لداخل بالمقص. بهاد الطريقه البنات وكتمشوا تخيطوا على الحرف وكتجيكم الخياطه مفينيه ومتقونه. هنا ما غاديش نخيطوا معكم راه شرحت لكم، نتوما غتضربوا بالكل كامل بهاد الطريقه. هنا البنات جينا باش نخيطوا داك الخمار اللي فصلنا. راه ساهل البنات. هاد الخمار كيحتاجوا بزاف البنات هكا في مع العبايات مع والبنات اللي كيوجدوا المشاريع ديال رمضان غيحتاجوا ان شاء الله هاد الخمار.
كنسدو. دابا شفتوا البنات ديك 28 سنتيم اللي خلينا اولا 29 سنتيم عفوا، كل وحده عرفتوا البنات هاد القياس اللي خليت انا كتعبروه بالراس ديالكم، كتشدوا السنتيم وكتشوفوا شحال غيقدكم باش تدخلوا الراس ديالكم. نتمنى يكون الشرح واضح. كتشدوا السنتيم مثلا وكتشدوا هكا وكتدخلوا منه الراس ديالكم، تشوفوا واش بحال يبقى لكم بحال، المهم راكم عارفين هذاك هو القياس. الدوره كنشدوها كنحطوا نقسموا على جوج كنحطوها تماك. سديت البنات كيف ما شفتوا. غنجيبوا هذيك الباطه هكا اللي فصلنا، راه سرجيناها البنات، كانت محلوله سديناها بالسرجي، يعني بقى الوجه هكا من جوج جوايه. وكنديروا واحد الكرانه في المنتصف، كنعلموها في المنتصف، وغنعلموا حتى هذا القياس غنعلموه في المنتصف بالكرانه حتى هو. صافي كنجيو كنحطوها بحال هكا من الوجه ديالها، الوجه ديال الخمار فوق منه كتجي هذيك الباندا كتجي من الفوق. وغنبداو كنخيطوا، غنبداو من الجنب. المهم حنا غير كنشدوا مزيان ولا ديروا فنيته تما باش ما يهرب لكم العبار. ديك الكرانه مع الكرانه شدوها بواحد الفنيته وبداو كتخيطوا، كتبداو من الجنب. غنبدا كنخيط بحال هكا، كنديروا لا ريتمون ديالنا عادي وكندوروا بالخياطه حتى كنوصل للاخر ديال هاد القطعه. صافي البنات، يعني ولا اسهل. هذا الخمار سهل بزاف. وكاين واحد الموديل اخر في الخمار ان شاء الله نشاركو معكم باذن الله. كاين بزاف صراحه ديال شكيلات. واحد الموديل، واحد الشكيل نيت كنخدم به انا بزاف في المحل، داك اللي كيكونوا فيه الخيوط ديالو اللي كيتربطوا هكا. الا بغيتو نشاركو معكم ان شاء الله نشاركو معكم، ما عندي مشكل. وكملوا الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله الموديل. دابا شوفوا البنات، تبت من بعد ما خيطنا كنشدو كنثبتوا سنتيم، غنبداو من تما وغنرجعوا لداخل. شفتوا بحال كنثبتوا داك الزوائد ديال الخياطه سنتيم وكندوروا كامل معاه. شفتوا واحد سنتيم كنثبتوه، وحتى هنا كنتنيو واحد سنتيم، هنا ما كنتنيوش سنتيم كامل، بحال عين نصف سنتيم. شفتوا البنات بحال داك السورجي ضروري كيتنا باش يجي مفيني. صافي وغنكملوا. راه هذا اسهل خمار، يعني هذا ساهل بزاف. هنا البنات ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتني واحد سنتيم غندورو به ان شاء الله مع الجليل ديال هذا الخمار، يعني الاسفل ديالو، وغنشوفوا الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي. تبارك الله ما شاء الله طلعت فنه يا البنات. هنا قبل ما نلبس لها الخمار بغيتكم تشوفوا التفاصيل ديالها قبل ما ندير لها الخمار. يعني كسيوه عصرين هكا كيتلبسوا. اللي بغات تلبسها هكا مع الشال عادي ولا فولار عادي كتجي بحال هكا كسيوه عصريه فنه. وكاين الكلوشه البنات تبارك الله كلوش. شوفوا داك الحزام كيفاش كيجي، داك الحزام مخفي كيعطيها واحد الجماليه وكتجي زوينه. هنا الكميمات البنات كيف قلت لكم راه جا لاستيك شويه، الكم شويه طويل، يعني السيده بغاتو فضفاض. شفتوا كي جا عرفتي واحد الديكور في شكل ثاني. يعني لاستيك تقدري تهبطيه ولا تقدري تخليه بحال هكا، يعني كل واحد كيفاش بغى يلبسو. نتوما بغيتو نتوما الا كان لاستيك في العبار راه غيجيكم بحال هكا، يعني غيجي مقبوض عليكم بحال هكا غيجي. هنا المهم البنات حيت السيده بغات صراحه الكم فضفض، يعني العبار عطاتو ليا هكا. هنا لبسنا الخمار، يعني السيدات البنات اللي محجبات كيلبسوا مع هذا الخمار. هذه هي الطريقه باش كتلبس. غتجي بحال هكا، كتجي كسيوه ولا عبايه كل واحد واش غيسميها. موديل فن البنات. نتمنى ينال اعجابكم. وكيجي شوفوا من الجهه ديال الخلف، شوفوا البنات كيجي مستور وطويل، يعني تبارك الله راه مستور وطويل. نتمنى ينال اعجابكم هذا الموديل. والا بقيتوا معايا حتى لهنا وجدتوني كنستاهل اللايك، ولا تنسوني من اللايك ديالكم ومن التعليق الزوينه كيف ديما. الله يكبر بكم والله يسهل لكل وحده يا ربي. شكرا لكم اخواتي وبالتوفيق للجميع.